عيون ترقب بشغف واهتمام وبكثير من الحب والصبر، فلذات أكباد اختارت أو اختير لها أن تتنفس عشق الساحرة المستديرة التي باتت الملجأ الأول لهؤلاء بعد يوم مدرسي مرهق. أنا باحب الرياضة من صغري، وأنا لمّا كنت في المراحل الابتدائي والإعدادي زمان، كان نِفْسي إن أنا في وقت الدراسة يكون ليّا نشاط رياضي. حبّيت أعوّض اللي أنا كان نِفْسي أعمله ما قدرتش أعمله، فأعوّضه لابني. بعد عن الأوطان والأقارب، قد تنجح الكرة في التخفيف منه بخلق جو أسري آخر وعلاقات صداقة بين الأطفال، كما هو فرصة للأهل لبلورة شخصية أبنائهم منذ الصغر. من المعروف أنه الأطفال في هذه السن عندهم نشاط زايد يحبوا يلعبوا. فارتأيت أن أسجل ابني في النادي الرياضي لكي يقضي فيه بعض الوقت، وبالإضافة إلى آه، تطوير مهاراته، فلم لا إذا إن شاء الله في المستقبل يواصل في هذا المجال. أحب أن ألعب كرة القدم لأنها أشعر بالسعادة وتجعلنا أكون قويا وتجعلني أن أكون مؤدبا. أريد أن أصبح لاعبا مشهورا مثل محرز. فرحة في عيون الصغار هي كل ما يهم الأهل، لأن الحديث عن مشوار كروي منذ الآن سابق لأوانه. انا حاليا التفكير تبعي لا يعطيهم نشاط وخليهم يكونوا قويين، يعني مش تفكيري على المدى البعيد يكونوا لاعبين مشهورين او شيء. بس هو ابني بيحب يكون هيك، يعني بيحب يكون مثل ميسي. بحب يكون زي ميسي وبيلعب مشهور. يحرصون في المقام الأول والأخير على استمتاع أولادهم بالكرة، والقاسم المشترك بين هؤلاء الأهل أن تأتي الدراسة في المقام الأول.